اليوم كاميرتنا من حي الفاتح من أجواء رمضان. وحي الفاتح على غير العادة مزين بالهلال والنجوم المضيئة في كل مكان. وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. وأهلا وسهلا بشهر الصيام، شهر الرحمة. ومن شارع فوزي باشا مضيء بزينة رمضان، الهلال والنجوم وحبال الزينة في كل مكان. حي الفاتح المشهور بالمحلات العربية من حلويات وأكلات عربية، ويلي بيضيف أجواء عربية رمضانية إضافية للمنطقة. والأسعار مثل ما عم نشوف على الصور بالنسبة للمعروك ما بين 80 و90، والمشروبات والمرطبات برمضان العرق سوس ب50، وباقي المشروبات من تمر هندي والجلاب وسطيا بال75. ريحة القهوة العربية في كل مكان بالفاتح، وبالإضافة للقهوة التركية والقهوة الجاهزة على الرمل، وحتى القهوة العثمانية على الرمل. وأهم حلويات الشام في رمضان الأشاطي المشكلة، ويا عيني على الأشاطي المشكلة، إلها طابع وطعم خاص في رمضان. في اسطنبول حاليا أسعار الأشاطي المشكلة وسطيا في المحلات رقم واحد مثل نور الدين وزيتونة والسلطان حوالي 400 لل 420 ليرة تركي للكيلو. أما في بقية المحلات الأقل شهرة بحوالي 300 إلى 350 ليرة تركية. الأشاطي بشهر رمضان رقم واحد في دمشق. ومن سوق مالطا المشهور بالمحلات العربية والتركية بالمكسرات وكافة أنواع التمور والفواكه المجففة. بالنسبة للتمر بتراوح ما بين 130 إلى 680، والمشمش المجفف وسطيا ب350. سوق مالطا بصراحة بالأيام العادية بيكون عجقة، فكيف برمضان وبالمناسبات خصوصا بالأعياد. والله يرزق الجميع. وبصراحة ما شاء الله، يلي حابب يشتري من اسطنبول فواكه مجففة أو تمور الأفضل يشتريها من سوق مالطا. الجودة عالية جدا والسعر مناسب، وأغلب المحلات بتحكي عربي سواء الأتراك أو نسبة العرب العالية في السوق. ومحلات بازار الفاتح في اسطنبول سلسلة من المحلات اللي بتوفر خدماتها باللغة العربية. استقبال رائع جدا للزبائن، تشكيلة رائعة وجودة ممتازة لكافة أنواع الفواكه المجففة، مع قسم للحلويات العربية وقسم للراحة التركية أو الحلقوم التركي. وفي أنواع غريبة ورائعة من المشروبات الساخنة والباردة يلي ما بتلاقوها إلا بمحلات أو بازار الفاتح. وهي المشروبات عبارة عن مزيج من الفواكه المجففة مع النكهات الرائعة. أنا بالنسبة إلي بصراحة الرمان الساخن رائع جدا وبتمنى تجربه. محلات بازار الفاتح موجودة بجانب جامع الفاتح، وموجودة أيضا بنزلة الأمنيات. نصيحة لازم تجربوها في حال زيارتكم إلى اسطنبول.
الأجواء بجانب جامع الفاتح بهي السنة رائعة بصراحة. الله يعطي العافية لكل المسؤولين عن نجاح التحضيرات لرمضان بهالمنطقة المحافظة في اسطنبول، يلي سكانها بيهتموا بتفاصيل استقبال رمضان بصراحة. مع تحضيرات رمضان خلق بهجة لكل رواد هالمكان. جامع الفاتح له أهمية دينية كبيرة في اسطنبول. وسوق المطاعم في أكسرة يلي بيحتوي على مطاعم عراقية وتركية بتهتم بوجبات الإفطار برمضان، وهذا شي بيعطي أجواء خاصة لرمضان مثل كل سنة في اسطنبول. أسعار المطاعم بهالمكان مناسبة أو متوسطة السعر، والجلسات بسيطة عبارة عن شارع كامل من المطاعم، وأغلبها بيقدم المشاوي التركية والمشاوي العربية وخصوصا العراقية، وبالإضافة إلى مطاعم الوجبات الجاهزة العربية. جامع الفاتح يعتبر من أهم أجواء رمضان والأعياد الدينية من عيد الفطر والأضحى في مجمل تركيا. جامع الفاتح أجواء خاصة في رمضان، من عدد المصلين الكبير في صلاة التراويح أو عدد الزوار الكبير. وفي هذا الشهر من باب زيادة الفائدة من العدد الكبير من الزوار، تم افتتاح معرض الكتاب التركي في باحة مسجد الفاتح لشهر رمضان. وبالإضافة إلى ذلك تم فتح ضريح السلطان محمد الفاتح، ويلي صورناه في فيديو خاص موجود الفيديو على القناة. الضريح مفتوح تقريبا إلى صلاة التراويح، وبإمكانكم الدخول إلى ضريح السلطان الغازي وصاحب البشارة فاتح القسطنطينية. من جامع الفاتح أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأن يتقبل الله صيامكم وصلاتكم، ولا تنسونا من الدعم والاشتراك بالقناة. والسلام.